الزلمه ضليت 3 ايام عن جد ما عملها. ضليت اقنع واحد من الشباب انه يطلع على تفرج. طلع كان جنبي، اختفى من جنبي. جمعوا عليه 5 وصار يشدوه وانا صرت شدوه هن يشدوه وانا شدوه هن يشدوه لانه كيف مسكنا ببعض هيك. انا عم فكروني عنصر امن او شيء عم شدوا بك الواحد شو يعني انا ما هو شكلك شبيح. انا شفت امه عم تبكي وهيك وشفت ببدايه القصه يعني وقت واحد يعتقد يعني ازمه حقيقيه هلا يعني نسبيا مقبول بالنسبه لي عادي. حما بديت الثورة بأحياء مهمشة جدا، يعني صحيا وتعليميا واقتصاديا. طلعت الاحتجاجات منها بوعي بموضوع ما يخص السلمية، بما يخص رفض الطائفية. أدهشنا. ابن حما ممنوع يتطوع بالجيش. إذا تطوع هذا بيكون ولاءه 100% للدولة، وظيفة ماله. إذا تاجر من حما لمع بصير الأمن تفرض عليه أتاوات، أنت بالشهر لازم تعطينا كذا أو نسبة من أرباحك كذا. وفي حال إنه رفض هالشي هذا بيلاقوا له تلفيقة وفبركة إعلامية من عندهم. ممكن يساووه خاين، ممكن يساووه عميل لإسرائيل، ممكن يساووه إرهابي أو من تنظيم القاعدة أو جند الشام أو حي الله شيء. يساوونا صحفيين، يساوونا مصورين، يساوونا مراسلين، يساوونا نقب بالشوارع، يساوونا ولاد شوارع، يساوونا جراثيم. وصفونا بأبشع الأبشع الكلمات البسيطة. يا محلاك يا قذافي، يا محلاك يا قذافي، يا محلاك بالجوابية. أبوه قتل لي أبوي وعمامي 7، وقتل لي جدي، وقتل لي ابن عمي ب 82. لا أخف منك والله، أنا أخي من 79 بس. أبوي وعمامي 7 وجدي وابن عمي وابن خالي ب 82. شردنا 37 شاب و22 بنت، كلاتنا أنا أكبر واحد فيهم، هلا عمري 38 سنة. اجى الحراك الحقيقه مفاجاه للكل. هلا غير الشباب ما بيقدروا يبتكروا الاساليب اللي عم بيبتكرها الشارع، يعني نحن كبرنا اولادنا حطينا بقوالب معينه للحركه والنضال. غير الشباب باعمارهم ما بيقدروا يطلعوا بهالابتكارات اللي عم يواجهوا فيها النظام. حتى التعابير اللي عم يطلعوا فيها المعارضه القديمه غير قادره. خفه الدم اللي عم تطلع التعليقات هي نحن تأولبنا حطينا حتى أحاديثنا إلنا جمل صارت محددة. كل هاي الشباب عم بيعطوا روح جديد، يعني روح جديد لإلنا حتى. لا مكتوب بيان رقم 1 فوق هوني: النظام فقد شرعيته، التوقيع الشاب. ما صوتنا عليها هي. ليه؟ كويسة قوية. بحما طلعنا بعد درعا تقريبا بجمعتين او 3. الشباب كانت كثير خيفانة انه نحن عندنا نظام لا يقهر، نظام قمعي. دائما ذكريات 82 لحد الان برددوها. اتفقنا نحن شباب انه نحن هي درعا تحركت، نحن لازم نتحرك
شاب ما ياكلونا واحد واحد، محافظة محافظة. قررنا نجتمع بجامع عمر بن الخطاب ونكبر، واكيد في اهل نخوة راح يطلعوا معنا. طلع العلم جنبك. نقطتين صغار. كمان شوي بس. ما خلوا قرنة يطلع منها الإنسان، لا ساحة ولا شارع، بقي الجامع طبعا. وهي إرث قديم بسوريا من وقت فرنسا، الجامع الأموي تطلع منه المظاهرات، يطلعوا عم يهتفوا من الجامع الأموي الدين لله والوطن للجميع. هذا الدين الفطري الغير مسيس عند العالم. يعني هي من طول عمرها معاهدة 36 تم نقاشها بالجامع الأموي، وهي عم بتطرح طروحات مدنية ومساواة بين المواطنين وبين الأقليات، وتناقشت بالجامع الأموي. ما بنركع إلا لله. هذا تعبير ردة فعل للشارع بسيطة كثير، ما رح تطلع ببيان سياسي، بدها تطلع بشعار اسمه الله أكبر على الظالم. إذا ناقصك بوفالو، ناقصك دهان بجيب لك بوفالو بويا تبعت الأحذية. ما في شي ناقص، بس بده خلط وزيادة على شرايطه. بس أنا والله أنا حاسس حالي إني بهالفترة إني أنا إنسان بقدر أحكي، ما بخاف. يعني أنا بحياتي ما جرأت حكيت قدام شخص ما بعرفه أو ما أعرف أنا وياه سنين سوا، إنه أنا هيك من باب الطاقة قد أحكي معك وأحكي على الرئيس وأحكي على المخابرات. قصة هاي واحد بيورص حاله هيك، معقولة؟ جمعة أطفال الحرية هي كنا محضرينها بشكل حلو ومجهزين الورود بقيمة 50,000 ليرة سوري. أحد الأشخاص برع فيهم، و70 طير حمام أبيض. منظر حلو كتير. معظم المتظاهرين شايلين ورد، وردة حمراء قرنفل ووردة بيضاء. وصار يزتوا ورد ورز على الشرطة وعلى فرع الحزب، وتموا كفوا طريقهم. فجأة بسمع صوت 3 طلقات طلعوا لحالهم بعاد. بعدين بصير رش، بشوف العالم شلون عم توقع وشلون الأطفال، اسم أطفال الحرية، وكل أب منزل معه ابنه. يعني هذا اللي حط ابنه على كتافه، هذا ماشي ابنه معه عمره 6 سنين 7 سنين. يعني منظر ما بيقبله العقل. وكانوا مركبين ابواب حديد على منافذ بيدخلوا فيها حمال قديمة. اجت المظاهرين تدخل منها، تفاجئوا بوجودها، كانوا مركبينها الخميس بالليل. العالم صارت تدوس فوق بعضها، الجرحى بالأرض، القتلى بالأرض. حاولنا أسعفنا بعض بجرحى. مشفى الحوراني هون كان فاتح أبوابه وعم يستقبل ناس. وصارت الأهالي والنساء والأطفال هيك ينزلوا على مشفى الحوراني ويساووا درع بشري عشان قوات الأمن ما تجي تخلص على الجرحى أو تخطفهم وتعتقلهم. في شهيد حاولوا يسعفوه، اجا واحد ليسعفوه قعد فوقه. 6 شهداء فوق هالجريح هذا. يعني نيرون ما سوى هيك. ما في حدا بالعالم سوى هيك مجزرة.
غطينا عنا الطريق ورا بعد ورا بعد ورا يا شباب. أنا أحكي لك بساحة العاصي نزلت بجمعة صالح العلي، فالكل اللي عم ينزلوا حتى النساء اللي كاشفين بيتغطوا نوع من الحماية، بيغطوا حالهم. هلا اللي بينشافوا انه كلهم مغطايين ما ضروري يكونوا كلهم هيك بيطلعوا، بس نوع من الحماية عم يغطوا حالهم. بقى شافوني بالسيارة أنا بدون غطاء، حيوا العلوية حيوهم أنا رفعت لهم إيدي كمان. يعني المدينة كلها وقت شفتها صارت مثل كأنه شخص واحد عم بيركض بجرحى وبشهداء. طبعا ما كان متوقع المجزرة، لأنه كانت نهار أطفال الحرية، وكانت نهاريتها الطابع السلمي واضح بدرجة كبيرة، يعني حاملين أعداد هائلة من الورود. الأطفال أول صفين كانوا من الأطفال منيح، هدول على ما يبدو بعدوهم قبل ما يوصلوا لساحة العاصي، وطيروا حمام، والهتافات كلها كانت مدروسة جدا، وما صار استفزاز حقيقي حتى يتجاوب بهالطريقة. وعلى ما يبدو كان في خطة مبيتة، لأنه قالوا لي إنه في خطين الأولانيات من القوى الأمنية واقفين، بس قربت المظاهرة بعدوا وبدي إطلاق الرصاص مباشرة. هلا أول شيء نحن احتجنا لدم، فكانوا محاصرين بنك الدم، فاضطرينا لفتح مباشرة يصير نوع من فحص الزمرة ونقل مباشر من المتبرعين للمحتاجين. طلبوا منا انه ما نستقبل، فنحن قلنا لهم نحن عم نشتغل ضمن قوانين وزارة الصحة، انه هذا ما بصير مشفى. اي حالة اسعافية مجبر انه يقوم بمهامه بواجباته بال 24 ساعة الاولانية لحين الحالة الاسعافية تنتهي، وبعدين بيحب المريض يكمل، بيحب يطلع، هاي موضوع آخر. قلنا له إذا بيجيبوا لنا كتاب إنه ممنوع نستقبل لحتى نحطه نحن برا ونقول إنه ضمن التعليمات نحن ممنوع. طبعا هي قرار مستحيل يؤخذ، مشافي هيك. مدينة باجة شمال غرب تونس. هو خليني مو لحظة لا بس خليه يصور بعد. كنت معتقل كان في معنا واحد عم يدرس عم يساوي ماجستير اقتصاد. هذا الشاب مخلص مظاهرة وطالع هو ورفقاته بتاكسي، ثلاثة طلعوا بالتاكسي عوالمي هيك اخذوا اللي عندي مخابرات والله بس لحظة اخذ منه التليفون لما والله أنا كنت معتقل قبلهم بساعتين، نحن كل ثلاثة نقعد بزنزانة، تاكل بتشرب وبتنام بتفوت على الحمام بتتحمم كل شيء بهذا الجسم، وطبعا ما في حمام. بالسويت فهمت عليك السويت ايه 4 ولا 5 حجزوا؟ 3 نجوم؟ لا هو 5 نجوم. 5 نجوم. كان في كاميرات على الزنزانة، ما لقينا للباب انفتح، فات واحد ضخم هيك راسه وقت السقف، شالوا لهذا الشاب هيك وطلع لبرا، خبطوا اول كيف صار بالارض، بدكين حرية بتلاقي صار واحد راسه بالارض، مش صار بالارض كمان برجله على راسه، تم الزلمه نايم 24 ساعة. المهم وقت صار هون في وعي عند الناس وانكسر حاجز الخوف، صارت تنزل الناس بشكل سلمي والأمن تحجم، ما عاد يحتك مع الناس. نحن بالأول كنا متأملين خير ببشار،
إنه الرئيس بشار شاب ودكتور ومتعلم وواعي وممكن يحسن وضع البلد، ويمكن ممكن ننسى 82. والله نحن نسينا 82 ونسينا الشهداء اللي راحوا ب 82 والدولة ما نسيتهم. إذا بيقبضوا على واحد تولده ال 94 بيقولوا له أنت مين رايح لك بالأحداث؟ لك يا أخي أنا إذا خالة أمي أنا شو بدي فيه؟ لا أنت مجرم مثل حكايته. هاي أكثر منطقة مقصوفة بحما، هاي مدمرة. المزرعة 3/6 صارت هون، نازلين متظاهرين كلهم. هاي طبعا بناء الحزب على يميننا. هون صار مثل حاجز بشري الشباب، انه مشان ما حد يقرب على حفظ النظام اللي كان واقف هون قبال الحزب. استنوا لمرق شي 3000 أو 4000 متظاهر، وبعدها بعد ما صاروا جوا وقربوا على ساحة العاصي فتحوا النار عليهم. طبعا هي المنطقة هي منطقة رصاص كلياتها، في علامات الخط الأول كله مات هون بهالمنطقة. سيارات الشحن هون كانت واقفة وشالت الميتين والجرحى سوا كلياتهم. نزلت على الأول تبع أمن الدولة، كان كثير مقتضب السؤال لأنه أنتم حكيتوا هيك. قلت له إيه حكينا، شو بدكم؟ أنا بطريقة عفوية قلت له بدنا ما نشعر بخوف، بدنا تكونوا أنتم أمن معنا مو أمن علينا، بدنا نحكي بما معناه بدنا حرية نحكي وما نشعر بمخاوف. بعدين تحولت لسجن النساء بدوما. 80% من السجينات متعرضين لتعذيب بالجنائيات. قضاء مدني ما في نهائيا. إهانات، تعذيب، دواليب، فنقات. طيب هدول شو عم يستفيدوا؟ هي قضية جنائية. حتى لو اعترفت الوحدة تحت القتل والتعذيب شو بتفيد بقضية جنائية؟ هي بتضل في شك انه تحت القتل. يعني انا تفاجأت انه حتى القضاء المدني، يعني الشيء اللي صار بالثمانينات انهى حتى موضوع انه في شيء اسمه قضاء مدني. أنا قريتها بركان حلب. الخميس بركان حلب، اليوم بركان حلب، بس بركان إرحام. استنى بدق تليفون. لا أرحل أكيد. أرحل خلص كتبت اكتبها فوق. شفت أنت اليوم موقع الثورة؟ هاي حقيقة، هاي أنا أشوف عيني. زلمة ما له بالمظاهرة، شايل ربنا دولة وجاي على بيته مشان طبخة. مسكوه. المطرمان طلع على هذا الشيء يسوي تمثيليات انه في قتلة وفي كذا وفي والله شباب جاي على بيته شايف طبخته ومعه. يعني هذا متعدد الاستخدامات، لازم له هو شوي للاكل وشوي يعني المواطن السوري أنا شعرت أنه انزلق نهائيا من أي حماية له. يعني ما عاد
يعني مو موضوع بس انه الاضطهاد للسياسيين، اضطهاد لكل شيء. يعني هي الدوش اللي لازم يمرق فيه الانسان بالعالم السفلي، صرت عم اسميه العالم السفلي، وبياكل الاهانه اللي بيطلع على مر عشرات السنين، وهلا عم نشوف نتائجها. عم بيطلعوا يطالبوا بكرامتهم، ما في حدا ما منتهك كرامته. يعني كانت تجربه من هالناحيه فرجتني قديش نحن محرومين من اي قضاء للمواطن حقيقي يحميه ويبين تماما شو الحق. ممكن يقعد موقوف كذا فتره طويله وبعدين يطلع بريء. خلص لا تلوش يا زلمه، كل ما حد غيره بيخط. بعد جاي عندي انا فوق هيك حطها نشفت بطبق عليها بعدين شو اعمل شو خلص حطها على الحصيره صرنا نستنى يوم الجمعة اللي بعده. نستنى يوم الجمعة كتير طويل لحتى يجي. المدة يعني كأنها أكثر من 7 أيام لحتى يجي يوم الجمعة. بس إنه الحاجز الخوف صرنا نقول لبعضنا مبروك، انكسر الحاجز عند الناس. والله مبارك لبعضنا ونبعت مسجات إنه مبروك انكسر. ما نقدر نكتب مبروك انكسر الخوف، مبروك انكسر، هن يفهموا علينا. يعني احنا نقدر نقول انه من بعد 3/6 او مزقة 3/6 هي اللي فعلا اللي عمليا هي اللي اسقطت النظام، مو بحما بسوريا كلها. مرقت السنتين ونص ما تعرضت لإزعاجات الحقيقة داخل السجن، بس بتطلع على معاناة العالم بشعر إنه يعني عيب أحكي أنا شو مرقت بمعاناة الحقيقة. مقابل هالشيء اللي عم بيشوفه الواحد بشعر إنه معاناته ما بيخجل إنه يحكي إنه هو ضحى أو عانى، لأنه كل هالشعب السوري مضحي تضحيات كثير كثير أكبر من إنه الإنسان يقدر يتصورها الحقيقة. احلى منظر من فوق فمقطع جوالي هيك لإذاعات صوص